واخيرا يبدأ موسم 2025-2026، الموسم الاستثنائي او الموسم تكملة الموسم الاستثنائي اللي فات، اللي معمول بشكل غلط اكتر من الموسم اللي فات. دوري فيه 21 فريق، في 4 5 فرق تقريبا هتهبط الموسم ده عشان لغينا الهبوط الموسم اللي فات، عشان في بعض الأندية كان اللي اتقال عشان نلحق الموقف، لكن السبب الرئيسي ان كان في بعض الأندية حرام ان هي تهبط، وبناء عليه محدش اعترض ولا حد اتكلم. لكن ما علينا، الموسم ده اخيرا ابتدى. الاهلي بدأ الموسم ده بداية ولا اسوأ. يمكن في اخر 10 سنين عمري ما كنتش راضي عن بداية الاهلي او عن اداء الاهلي او شكل الاهلي في بداية الموسم زي الماتش ده. لكن سوء مستوى الاهلي في الماتش ده في اسباب ليها علاقة بالمدرب او ليها علاقة بالنادي وليها علاقة بالفريق اللي قدامه. هبتدي الكلام عن الاهلي او ريفيرو مدرب الاهلي، اللي انا شخصيا مش مقتنع بيه لحد دلوقتي، من ساعة بطولة كاس العالم للأندية، الماتشات الودية، ودلوقتي. كل ده حصل في فترة زمنية قصيرة. يعني كان كاس العالم للأندية تلاحم، او هو لسه جاي جديد، تلاحم ماتشات تقيلة، فرق تقيلة، الطبيعي ان احنا نخسر منها، او مش الطبيعي ان احنا نكسب الماتشات كلها. فدايما كان في مبررات رايحة هنا وجاية هناك. الماتشات الودية ماتشات تجريبية، ما ينفعش تحكم على النتيجة، ما ينفعش تحكم على الأداء، هو ممكن يكون عايز يجرب حاجة معينة، ممكن يكون عايز يشوف حاجة معينة. فالبداية بقى بعد الفترة دي كلها المفروض تكون بداية واعدة. ممكن حد يقول لي لا اصبر استنى هتشوف، وده طبيعي، وممكن ينفع اصبر واستنى واشوف. لكن انا بقول لك على احساس الشخص لحد دلوقتي، يعني لسه ما وصليش الاحساس اللي يخليني مقتنع بيه 100%، او اقول ان الراجل ده عنده حاجة ممكن نشوفها قدام. هو طبعا ليه حاجات باينه، ليه مش تاثير بس، ليه حاجات باينه. الراجل ده بيفكر ازاي، الراجل ده بيحب يعمل استحواذ كبير جدا، بيحب يلعب كره هجوميه، بيحب الفرقه يبقى عندها اللعيبه الهجوميه اكتر، او تتغلب على اللعيبه الدفاعيه او اللعيبه اللي بتامن. كل ده باين من اداء لعبه، من التشكيله، من التغييرات اللي بيعملها. لكن لسه ما شفناش حاجه واعده، يعني ما شفناش حاجه ان يعني ما طلعتش قماش. انا شايفه بيستخدم الاسلحه دي، لكن لسه ما شفتش للاسلحه دي نتائج. ابتدي بحاجه كده ملهاش علاقه عن صميم الماتش نفسه او عن فكره الماتش عامه، ما فيش حاجه الواحد يتكلم فيها بشكل مستفيض يعني. انا في كام نقطه كده، منهم مثلا بدايه مصطفى شوبير. بدايه مصطفى شوبير دي ممكن تتفسر على مليون شكل. هو عايز مصطفى شوبير، لا الشناوي هو اللي عايز. الخلافات اللي كنا سمعنا عنها قبل بداية الدوري انا شايفها من جانب واحد فقط لا غير، هو عايز يبص على 3 حاجات، او هو عايز 3 حاجات من الموضوع ده. الاولى، ده وقت في بداية الدوري ينفع يدي بيه ثقة لمصطفى شوبير، وينفع يجرب فيه مصطفى شوبير. يعني انا لو حابب اجرب مصطفى، ما ينفعش اجربه في نص الدوري، ما ينفعش اجربه في نص الدوري، ما ينفعش اجربه لما الدنيا تسخن شوية. لا، في البداية انا لو هدرت شوية نقط عادي، صباح الفل، ما فيهاش اي مشكلة، ممكن اشد بعد كده. فلو انا عايز اجربه وانا بديله ثقة، اللي هو بحسسه بالامان، انا عايز اعتمد عليك، يلا اثبت لي نفسك، اول فتره دي ممكن. وفي نفس الوقت هو تحذير شديد اللهجه لتشريس الشناوي. بص يا باشا، انا ممكن اعتمد على الراجل ده، هتجيب لي اخرك، هتطلع احسن ما عندك عشان ارجعك تاني، ولا لا اكمل اعتمادي على الراجل ده؟ انا بصراحه مش شايفها غير بالشكل ده. ممكن بقى لا، ممكن يكون الحقيقه انه لا خلاص، هو مقتنع اقتناع تام بمصطفى شوبير، هو مش عايز الشناوي، او عايز الشناوي يبقى بديل، او بس انا شايفها لا، هو لسه بيحاول يطلع احسن ما عند الشناوي، او لسه بيستخدم شوبير كوسيله ضغط على الشناوي عشان يطلع احسن ما عنده. وفي نفس الوقت بجهز شوبير وبديله ثقه في نفسه عشان لو اعتمدت عليه في الفتره اللي جايه. دي اول نقطه. نروح بقى نتكلم عن الكام نقطه التانيين اللي انا خدت بالي منهم في الماتش، واللي خدت بالي منهم في على مدار الماتشات حتى بتاع كاس العالم للانديه. الراجل ده عاشق لانه يلعب كوره من العمق، عايز كل الاجنحه تخش تزيد في العمق، الناس اللي بتزيد من نص الملعب تسلم وتستلم. كل لعب الاهلي لازم اختراقات من العمق من نص الملعب. وعلى الناحيه التانيه بيحرم الاهلي من اسلحته الهجوميه من على الطرفين، وينج يمين وينج شمال ما مش شغالين خالص، كله بيخش من القلب. بيحصل عندي حاجه من اتنين. الاولى، انت بتحرمني من لعيبه بتعرف تعمل الفنكوش على اليمين وعلى الشمال على الاطراف. التانيه، انا مش عارف اتغلب على اي تكتلات دفاعيه بتلعب قدامي، وده شفناه في ماتش مودرن فيوتشر. وللعلم بالشيء يعني، دي بيتهيألي واصله له او لازم توصل له. انت 90% او 95% من ماتشات الاهلي في الدوري هتبقى بنفس المنظر ده، تكتلات دفاعيه قدام الاهلي. مفيش فرقه هتبقى بتلعب قدام الاهلي عايزه تكسب الاهلي غير الزمالك او بيراميدز. الله اعلم، يمكن الاسماعيلي ممكن يحاول يلعب على المكسب عشان الاسم والتاريخ وتاريخ الماتش والكلام ده. لكن اي فرقه تانية بتنزل قدام الاهلي هتلعب بنفس الشكل بتاع مودرن فيوتشر، كتل عشان يا رب اطلع بالنقطه. وهيبقى عندك نوعين، فرقه تنجح زي مودرن فيوتشر لما نجحت كده ان هي
يعني زي ما مودرن فيوتشر نجحت كده ان هي تبوظ كل طرق لعب الاهلي الهجوميه. الاهلي ما كانش موجود، وعشان ما بخسش حق الفرقه دي، الاهلي ما كانش موجود عشان هو ما بيوجدش حلول زياده. لكن برضو الفرقه قفلت على الاهلي حلو قوي. خط الدفاع، المسافه، لو كنت هات اي كادر الماتش كده، المسافه بين خط الهجوم بتاع مودرن فيوتشر وخط الدفاع هتلاقيهم بيلعبوا في 20 متر 15 متر ضاغطين. انت بقى يعني بص، هو ضاغط. احنا بنتكلم على المسافه الشكل الطولي بتاع الملعب، هو مكدس لك خطوطه، الثلاث خطوط بتلعب في حته قد كده. انت بقى مريحه زياده، مدخله الوينجين. فلما تدخل وينجين انت بتصغر له المربع اكتر، مع ان المفروض لما يبقى عندي تكدس اللعيبه كلها بتلعب في حته صغيره كده، انا المفروض استرتش الملعب، افرد الملعب، حتى لو انا لعبي اساسه في العمق. بس لا، الوينجين يفتحوا، الباكات تطلع، عشان اعرف اخلق مساحات ما بين الخطوط. لكن انا بريحه اكتر، وبخش له في الحته اللي هو زنقني فيها بعدد لعيبه زياده من عندي، ازنق الدنيا اكتر. حتى لما امسك كوره ما اعرفش اعمل بيها ايه. احنا في اخر، من كتر ما كانت الدنيا مكعبله، احنا في اخر 5 دقايق لعيبه الاهلي عايزه تعلق كره جوه ال 18. مش هتخترق، مش هتعمل باس، مش هتشوط. انا عايز العب اللوب ده اللي هو اي حد ممكن يعمله، يعني الحارس ممكن يعمله. لعيبه الاهلي من كتر ما الدنيا مخنوقه، اللاعب مش عارف يوسع لنفسه، يرمي الكره جوه ال 18. فده سببه الطريقه الدفاعيه اللي كان مودرن فيوتشر بيلعب عليها. والسبب التاني ان انا ما كنتش بوجد حلول، انا بلعب بنفس السيستم اللي انا نزلت بيه من اول دقيقه لاخر دقيقه. طب انت هتلاعب فرق كتيره بالشكل ده، هنفضل نهدر نقط بالشكل ده؟ يعني هيبقى حلك الوحيد، بما انك ما بتوجدش لنفسك حلول، هيبقى حلك الوحيد ان الفرقه اللي قدامك تغلط. طب لو في فرقه نجحت وما غلطتش زي مودرن فيوتشر كده، او ما غلطتش غلطات كتيره، لان جه جونين وجي فينا جونين، لو ما غلطتش غلطات كتيره وما قدرتش ترجع، لو ما غلطتش غلطات كتيره وانت استغليت الغلطات دي وجبت جوان، هنفضل نهدر في نقط كده على الفاضي؟ طيب ده اللي مخليني اقول ان الاهلي بادئ بدايه ولا اسوأ. الاهلي كان ماسك كوره. طيب هل مسكان الكوره دي الاهلي كان ماسكها عشان هو فرقه تقيله، ولا عشان مودرن كانت سايبه له الكوره؟ مودرن سايبه له الكوره، وشفنا ان مودرن فيوتشر ما راحتش على الاهلي خالص، راحت بكورتين، واحده مرتده قدروا يجيبوها جون، والكره الكورنر او كره ثابته كانت كورنر بيتهيألي جه فينا جون. ده الجونين اللي مودرن جابوهم. احنا كالاهلي عملنا ايه بقى بالاستحواذ اللي انا كنت عامله ده؟ الاستحواذ كان تقريبا واصل حاجه و70 حاجه و20. الاستحواذ ده كله انا عملت ايه؟ ما افتكرش كوره الاهلي على مودرن. حتى الجونين اللي جبناهم كورنر زيزو رفعه، والكره التانية فاول اتعلقت في ال 18 استغليناه. الاهلي ما راحش، الاهلي ما عملش، الاهلي ما جربش من بعيد، الاهلي ما شاطش. فواضح كده ان كان الاهلي بيتجهز، او الراجل ده طريقه لعبه انا هلعب بالسيستم بتاعي اللي هو ده، ايا كان الفرقه اللي انا بقابلها بتبقى عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، انا هلعب بالشكل ده. ودي حاجه في مدربين بيعملوا كده وبيبقوا ناجحين، بس انا عن نفسي يعني ما بحبش المدرب اللي بيبقى عامل كده. كل ماتش ليه ظروفه، وكل ماتش العب بطريقتي، الطريقه الثابته، بس بيبقى في بعض التغييرات كده على حسب متطلبات الفرقه اللي قدامي، او على حسب انا عايز ايه من الماتش ده، الفرقه اللي قدامي العب قدامها ازاي، الفرقه اللي قدامي عامله ازاي، عايزه ايه من الماتش. لكن انزل عمياني كده، انا الاهلي انا هلعب بالطريقه دي وانت يا باشا ظبط نفسك عليا. طيب لما فرقه قدرت عليك اهو، انت مش عارف تلعب عليها ازاي، انت مش عارف تستغل نقط ضعفها، انت مش عارف تخلق فرص لنفسك زياده. ليه؟ لانك اتفاجئت. هو مدرب الاهلي ريفيرو اتفاجئ بمستوى مودرن فيوتشر، اتفاجئ بالتكتل الدفاعي او المستوى الدفاعي لفرقه مودرن فيوتشر. ما بقى واقف لا حول له ولا قوه. اتمنى ان كل النقط اللي انا اتكلمت عليها دي في الماتشات اللي جايه ناخد بالنا منها، يحصل تغيير للاسلوب، يحصل تغيير للعقليه اللي انا حاسسها متعنده بعض الشيء من المدرب بتاع الاهلي. زي مثلا اللي انا عايز اتكلم عليه، قفشه. وجود قفشه مع الراجل ده انا شايفه عند لا اكثر ولا اقل. قفشه احنا مش بنقول عليه بقالنا شهرين 3، احنا بنتكلم عليه بقالنا سنتين. قفشه من بعد القضيه والكيرف بتاعه عامل كده، من بعد القضيه الكيرف بتاعه عامل كده، بيلعب كوره فعلا. كوره قفشه مش موجوده في العالم. ان انا اقعد ادور، يعني احنا بنشوف في الماتشات جزء كسر من الثانيه بيفرق في الباس، بيفرق في تحرك اللعيب. ان انا ابقى البلاي ميكر بتاعي هو اللي بيعطل لي اللعب، دي كارثه. ده ما يبقاش بلاي ميكر. قوه بدنيه ما تسمحلوش انه يكون في نص الملعب، سرعه ما تسمحلوش انه يكون في نص الملعب. فبناء عليه الكره بتاعته اتعدمت من الوجود. هو ملوش اي
مثيل في العالم فعلا. قفشه ملوش واحد مثيل في العالم في الفرق الكبيره. اه ممكن تلاقي زيه في فرق درجه تانية، فرق منتصف الدوري الممتاز، لكن الفرق الكبيره مفيش لاعب زي قفشه. لاعب بالبطء ده، لاعب بتاخير اللعب ده، لاعب بالقرارات الغلط اللي بياخدها دي، مفيش زيه. وتعند الراجل ان الراجل ده يبقى اساسي على كم اللعيبه اللي عندنا دي، ده علامه مش مبشره على دماغ الراجل اللي احنا هنقابلها فيما هو قادم يعني. انا عن نفسي نادرا ان انا بحكم على حد بشكل سريع كده، على حد من المدربين او على لاعب بشكل سريع كده. بحب اديله وقته، حتى ادي فوق وقته بزياده، ابص واقتنع، لان في عوامل خارجيه كتيره بتبقى حاصله. لكن انا مش متفائل خالص بالراجل ده. اتمنى ان انا اكون كل النقط السلبيه اللي انا شايفها دي حاجات غلط انا فاهمها غلط، لان انا كل بقوله وجهة نظري الشخصية، قراءات مني انا للمواقف. ما عنديش مصادر معلومات، ما اعرفش حد اتكلم مع حد، هي كلها قراية للموقف اللي بيحصل. فاتمنى ان كل النقط السلبية اللي انا شفتها دي ما تكونش حقيقة، او انا اكون مبالغ فيها شوية، ومع الوقت الدنيا تمشي. بس للأمانة مش حاسه المدرب اللي يقدر يعمل حاجة مع الاهلي. البداية بتبان، والبداية بتفرق فيما هو قادم. المدربين لما يعمل لك شوك في الاول كده، شوك ايجابيه، صدمه ايجابيه في الاول كده، هتفرق معاك. ممكن تصبر عليه بعدين، تحس تديله دفعه حتى لو هو واخد قرار غلط. لكن من البدايه كده هو ماشي بيعرج، ده حتى مش بيعرج، من البدايه هو منيمنا على الارض. كل النتائج سلبيه، سواء في كاس العالم للانديه او بدايه الدوري. اتمنى ان كل ده يتحسن، او انا اكون فاهمه غلط، ونشوف بدايه للاهلي في الماتش الجاي احسن من بدايته للدوري. بس يا سيدي، وبكده بقى وصلت لنهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.